ورحمة الله وبركاته. كان في ناس سألت ازاي اظبط الثواني عقرب اللي هو او الارقام بتاعت الثواني في اي ساعة. تمام، زي ما انتم شايفين الساعة عندنا هنا بيبقى ليها 4 زراير. تمام، الزرار ده اللي هو المفروض بتاع المود بندوس عليه تكة هيجيلنا الستوب ووتش. الستوب ووتش دي عادي بنعمل ستارت من هنا، نوقف من هنا ونعمل ستارت عادي من هنا. تمام، لكن احنا عايزين نعمل ايه؟ لو دوسنا عليها بنرجع للساعة تاني على طول. احنا عايزين نغير في عداد الثواني، او عايزين نظبط الثواني. بندوس ايه؟ بندوس على المود مرة والتانية، ده كده بيجيب لنا منبه. لا، احنا عايزين وندوس المرة التالتة هتجيب لنا بقى احنا نعدل في الساعة. اول حاجة ظهرت لنا عمالة تنور وتطفي هي دي اللي هتتغير معانا. تمام، بتتغير معانا ازاي؟ انت مثلا فاضلك 25 ساعة، 25 ساعة دلوقتي، 25 دقيقة. تمام، احنا لو دوسنا هنا في عدد، دوسنا على الزرار اللي هو بتاع الستارت والستوب هيصفر لنا دي. يعني انا عايزها تبقى 25 بالظبط، 25 بالظبط او 26 بالظبط. طالما الثواني عدت 30، لو دوست على العداد ده عشان اصفرها هتتصفر، بس هتبقى 26 بدل 25. لو الثواني دي قبل ال30، يعني لسه ما جابتش رقم 30 هنا، ودوست هنا هتصفر معايا والرقم هيبقى، يعني انا دلوقتي لو دلوقتي دوست على ده، على الزرار اللي هو ده عشان اصفر عداد الثواني، هيديني هنا 26 دقيقة. لكن لو اول دي ما تعدي 30 دقيقة، 30 ثانية، اول ما العداد ده يعدي 30 ثانية ودوست على الزرار بتاع الستارت عشان اصفر العداد بتاع الثواني، هتديني 27 دقيقة. تمام، وكده اكون جاوبت على اسئلتكم. شكرا.